سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الامور ديالكم تكون بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. ولا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم وصفه طبيعيه لصباغه الشعر باللون الاحمر الغري البنات، اللي كيكون لون احمر مغموق. كتكون نتيجه من اول استعمال، صدقوني البنات غتخرج لكم واحد اللون يعني خيالي، عمركم ما غادي تصدقوا، خصوصا السيدات اللي كيبغيو اللون الاحمر او الاكاجو. كيجي البنات اللون طبيعي وصحي، وخصوصا السيدات اللي عندهم الشيب في الشعر ديالهم حتى هما يمكن لهم يديروا هذه الوصفه. راها كتضرك الشيب البنات، وكتحيدوا، ماشي كتحيدوا بالمره، وانما البنات كتطلع هذاك الشيب اللي كيكون يلاه طالع كتضرقوا. بالنسبه للمكونات البنات بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. والا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ندوزوا اول شيء الوصفه البنات. اول شيء البنات غادي نحتاج الكركديل. كما كتشوفوا الكركديل، كتمشيو عند شي عطار كتقولني اعطيني 2 دراهم فقط ديال الكركديل البنات، راه معروف خصوصا للصباغه ديال الشعر اللون الاحمر. غادي ناخذوه اول شيء البنات، هو اللي غادي نرقد، هو الاول. غناخذ واحد الكميه من الكركديل، ما غاديش نقوي، غادي ندير تقريبا 2 معالق ديال الكركديل، وغادي نضيف عليها قشور ديال الرمان. كما كنعرفوا على قشور ديال الرمان عنده واحد حتى هو الفوائد كثيره للشعر. يعني الشعر اللي كيكون عند فيه القشره مزيانه الشعر، كتكمض الشعر. احنا عارفين الفوائد ديال الرمان راها كثيره بزاف. كما قلت لكم البنات غادي نحتاجوا قشور ديال الرمان. انا كناخذ الرمان الوقت اللي كيكون موجود فيه، يعني كنخلي واحد رمانه ولا 2 رمانات، كنديرهم في شي شبيكه وكنخليهم حتى كيكرموا، والوقت اللي احتاجيتهم راه كنستعملهم. غادي نحتاج فقط هما كما كتشوفوا البنات كيطرطق يعني مكارم. اللي ما عندوش قشور ديال الرمان راه كتمشي عند العطار كتقول لي عطيني غير 2 دراهم ديال قشور ديال الرمان، راه كيعطيك فيها حتى واحد الكميه اللي كتكون كثيره. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء اللي كيكون سخون البنات، ماشي دافي، كيكون طيب، اللي كيكون طالق السبوله ديالو. غادي نضيفوا عليه هاد المكونات وغنخليهم على جنب. هو اول شيء اللي غادي نستعملوا باش هاد المكونات البنات يطلقوا ليا. هانتوما كما كتشوفوا البنات، شوفوا الكركديل ديك الساعه البنات كيطلق اللون ديالو. مع عساك البنات من كديري الشعر ديالك يعني كيخرج لك هذاك اللون اللي كيكون احمر مفتوح. غادي نخلي هذا الرمان، وحتى الرمان البنات راه كما كتشوفوا راه من كنقيوه في اليدين ديالنا كيخلي لنا ديك الحموريه وديك الصباغه ديالو كتبقى لنا في اليدين ديالنا. غادي نخليوه تقريبا البنات شي ساعه حتى كيطلق لينا مزيان. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو غنخدم معكم المراحل كامله في نفس الوقت. حد هاد المكونات كيطلقوا وانا خدامه معكم على طريقه. هانتوما كتشوفوا كنحاول نخليه بحال هكا يطلق ليا. نخليه على جانب. بعد ما درنا البنات الكركديل كيدير، غادي نحتاج الحنه. اللي كنحتاجوا الحنه ماشي ديال النقش، وانما الحنه ديال الشعر او ديال اللحم. كتمشي عند العطار حتى هي كتقول لي عطيني الحنه ديال اللحم كيعطيها لك. غادي نحتاجو حتى هي راه 2 دراهم البنات. انا المكونات كاملين كنحتاجو غير 2 دراهم وكيبقى فيها الخير. هادشي كامل البنات غير 2 دراهم من حاجه. ما عدا غادي نحتاجو العكر الفاتي اللي كيكون شويه طالع شويه في الثمن، تقريبا خديتو ب7 دراهم. غادي نحتاجو اللي عنده عكر الفاسي في الدار من الاحسن يديرو، اللي ما عندوش حتى هو كتمشي عند العطار كتقولني عطيني العكر الفاسي. هو كما شفتوا البنات اللي ما عرفش الصوره ديالو كيدير السكرين التصويره دم الغزال. عكر الفاسي دم الغزال هذا هو اللي كيكون الاوريجينال. ها هو البنات العكر الفاسي دم الغزال. ومن كتحلوا البنات كتلقى فيه داك البريو. انا تنبغي نديرو غنوري لكم دابا لكم البنات هذاك البريو ديالو اللي شفتوه ها هو في القرعه. هذا هو اللي كيكون الاصلي. كنقول ناخذوا دم العكر الفاسي دم الغزال. ها انتم البنات ها هي الصوره ديالو. من احسن البنات ديروا لها سكرين باش تمشي. الثمن ديالو البنات هاد القرعه خديتها ب7 دراهم.
وكناخذوا الحنه كما قلت لكم، الحنه اللي كتكون ديال اللحم ماشي ديال اللحم ولا ديال الشعر، يعني ماشي ديال النقش البنات. اللي ما عندكمش هاد الحنه ديال اللحم ولا هذا كديروا ديال النقش، يعني نفس غير ديال النقش البنات كتكون فيها كيكون فيها الدوليو، راك عارفين هاني كنقشوا بها كيولوا اللون ديالها كحل. من الاحسن البنات تاخذوا غير الحنه اللي كتكون طبيعيه مدقوقه باليد. غادي ناخذوا واحد الكاسرون او اللي عندكم البنات كنضيف عليه ديك الحنه، وغادي نضيف العكر الفاسي، نحاول نحلها هي بعد ما حليتها البنات. غادي نضيف عليها غير القليل فقط، يعني ما غاديش نضيف كلش القرعه كامله. من الاحسن هاد البنات ديروا غير نص ديال القرعه باش المره الجايه ما تبغوا تعاودوها كديروا القرعه الثانيه. يعني هاد المكونات البنات اللي غنستعملوا غادي نديروهم جوج مرات، يعني ما غاديش نديروهم مره واحده، غنستعملوهم جوج ديال المرات. انا درت غير نص ديال القرعه، قاصحه البنات في الحلان ديالها. وغادي نضيفو هاد الكركديه البنات بعد ما صفيناه، نضيفو على المكونات، نصفيه كامل. وغنحاول كما قلت لكم البنات انا درت معكم كل شيء في دقه واحده، وفي نفس الوقت البنات راه غيعطيني النتيجه اللي هي زوينه. واخا درتهم الكركديه ما خليتوش تطلق هو القشور ديال الرمان ما خليتيهمش يطلقوا، ولكن غادي يعطيني النتيجه اللي هي زوينه. اللي عنده الوقت البنات كديروها هاد الكركديه كتطلقوه بساعه، ومن كتخلطوا هاد المكونات حتى هي كتخليوها ترتاح مزيان البنات. كما قلت لكم الكركديه كنرطبوه بساعه قبل، ومن كنخلطوا المكونات كامله ديال العكر الفاسي وهاد المكونات كامله كنخليوه حتى هي واحد ساعه اخرى عاد كنديروه للشعر ديالنا. يعني ديك المكونات كامله كتجانس مع بعضياتها، يعني ما كنجيوش ونديروه. انا صورت معكم بعجاله، نحاول نخدم على هذا الشكل المكونات. نطربها مزيان. وبالنسبه للبنات اللي جاتكم هاد العجينه قاصحه، يمكن لكم ديروا حتى اتاي الماء ديال اتاي. كناخذوا اتاي حبوب او اتاي الشاي اسود، بالنسبه للاخوات المصريات الجزائريات ناخذوا الشاي الاسود وكنديروه في نص كاس ديال الماء اللي كيكون حتى هو طيب، وكنضيفوه على هاد المكونات للشعر ديال على هاد المكونات ديال الحنه. كنديروه على هاد المكونات حتى الشاي البنات كيعطيكم نتيجه اللي هي زوينه بزاف للشعر ديالكم. كنطرب حتى كيتخلط ليا المكونات. ومن بعد البنات هما كتشوفوا يعني انا غندير واحد شويه اليدين ديالي وغتشوفوا واحد الحموريه. ها نتوما البنات تشوفوا واحد الحموريه اليدين ديالكم، يعني ما كترتش ها، وكتخلي الحموريه مع هذا الشعر البنات ملي كديروه راه كيخرج لكم اللون اللي هو غزال بزاف البنات وزوين. كما قلت لكم البنات الطريقه ديالو غادي نديروه للشعر ديالنا كاملين بحال كنديروا الصباغه، كنديروا لي غاسين نديروا الشعر ديالنا وكنقويو هذيك المكونات كنقويوها للشعر ديالنا، وكنخليو تقريبا ساعتين 3 سوايع، يعني المده اللي بغيتوها. حتى البنات اللي بغاو يباتوا بها يعني ما عنده حتى شي مشكل، يمكن لكم تباتوا بها راه ما عندها حتى شي ضرر للوجه للشعر ديالكم. ولكن البنات راه كتعطيكم اللون اللي هو زوين بزاف. كما قلت لكم البنات اللي عنده خل التفاح حتى هو اللي بالنسبه للسيدات اللي عندهم القشره ديالهم يمكن لكم ديروا ليها واحد معلقه ولا 2 معالق ديال خل التفاح حتى هما تضيفوهم على المكونات. بالنسبه للسيدات اللي عندهم القشره في الشعر ديالهم اللي ما عندهمش يمكن لكم تستغنوا عنها. صافي البنات وكديروه للشعر ديالكم وكتخليوه المده اللي بغيتو. من الاحسن البنات تخليوه مده طويله، يعني ما عندها حتى شي ضرر، مكونات طبيعيه صحيه للشعر ديالكم، خصوصا هذا الرمان وهذا الكركديه وهذا الحنه، يعني ما عندها حتى شي ضرر للشعر ديالكم. يعني انا ما درت ليها حتى شي مكون
كيماوي، يعني اللي غادي يضرش الزغبه ديال الشعر ديالنا، يعني مكونات اللي هي طبيعيه وفي نفس الوقت صحيه. نتمنى منكم البنات تجربوا هذه الوصفه، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده للجميع. وشكرا لكم كذلك على المتابعه حتى الاخر، وفي فيديو جديد ان شاء الله.